محمد الحبيب الدعوية. سيزول القذافي نهائيا بعد 42 سنة، وبعدها ستقوم الثورة السورية. سيزول بشار كما زال القذافي، وكما زال مبارك، وكما زال زين العابدين، وسيزول أيضا علي عبد الله صالح من اليمن. 5 ثورات عربية من الله بها على أمتنا، وكانت هذه من أعظم النعم التي أعطاها الله لهذه الأمة، فنحمد الله على ذلك. نهنئ الإخوة في العالم الإسلامي وفي العالم العربي وفي العالم الخليجي وفي دولة قطر بالذات التي اهتمت بهذه الثورات، وكانت لها نعمة المولى ونعمة النصير، كانت ظهيرا لهذه الثورات. يتوقف في الدين ويتعاون مع المسؤولين في دولته في الحق. أما الثورات فلا تأتي بخير، الثورات لا تأتي بخير إلا من دولة إسلامية قوية تقوم على من تستطيع جهاده عند ظهور الكفر البواح كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأفراد فإذا قاموا فهم يفسدون ولا يصلحون. في الغالب أنهم إذا قاموا وأثاروا هذه الأشياء فإنهم في الغالب يعطلون الدعوة إلى الله ويسببون سجن طلبة العلم وإيذاء طلبة العلم وتعطيل الدعوة وتعطيل التعليم. فلا تأتي هذه الثورات والحركات بخير، وإنما الذي يأتي بالخير التعلم والتفقه في الدين والدعوة إلى الله ومناصحة ولاة الأمور والتعاون معهم في الخير وفي ترك الشر. إذن نحن نعيش أيضا من أجل الأحلام التي نؤمن بها والأحلام التي نتوقعها. شاهدنا الوجه الأول من هذه القصة وهو سقوط وتهاوي عروش الظلمة والطغاة والجبارين، وشاهدنا الشعوب العربية تتحرر، ولكن هذا لا يعني أننا شاهدنا كل شيء. لم نصل إلى نهاية المطاف، هناك ثورات منقوصة. وأنتم تشاهدون الآن ما حصل من الثورات. هل كانت الشعوب أسعد بعد الثورة منها قبل الثورة؟ أبدا، بالعكس. ولا حاجة أن نعين بلادا معينة في هذا المكان، لأن الأمر واضح. فالمهم أننا ننصح إخواننا المسلمين من التسرع في هذه الأمور، وإذا سلط الله عليهم أحدا ممن يتولى عليهم فليسأل الله تعالى له الهداية والسلامة من شره ويصبروا. كما قال إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم من أميره ما يكره فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر مات ميتا الجاهلية. لابد من الصبر ولابد من النصيحة. فهذه الثورات أنا واثق أن نهاياتها عظيمة جدا، بل إنني متفائل بفضل الله أن نهاية ما حدث، ولست من المتعجلين، لا، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. متفائل أن نهايتها ماذا؟ أن نهايتها فتح بيت المقدس. فكلنا يعلم أنه قامت هناك ثورات عديدة في بعض البلاد الإسلامية، وكان الحماس الديني فيها هو الدافع الأول، لكن ماذا كانت الثمرة؟ كانت مرة جدا، كانت العاقبة سيئة من حيث أرادوا الإصلاح فوقعوا في الفساد. والسبب هو ما ذكرته آنفا بالنسبة للانتفاضة، عدم الأخذ بالوسائل الشرعية والمادية. لكن كان المفروض أن الثورة ما تتوقف عند هذا الحد. الثورة ليست موجهة للحكام، الثورة موجهة لكل شيء، للفساد كله. فالفساد ليس مرتبطا بالضرورة بزين العابدين بن علي أو حسني مبارك أو القذافي. الفساد مرتبط بالجميع، هذا الكيان كاملا. الثورة إلى الآن ما اكتملت، أخطأوا في الثقة بالعسكر وعدم إكمال الثورة والتعجل إلى شرعية صناديق الاقتراع قبل شرعية الثورة، هذه 3 أخطاء كبيرة. ثم إنكم تسبون وتشردون ويذهب الشباب ضحية لحماقتكم وتسرعكم. جماعة التكفير ضحية لبعض المثقفين الذين أثاروا الفتن ثم شردوا في العالم، فبقي الشباب بدون قيادة يسجنون ويقتلون ويعذبون. هناك مجتمعات تدمر الآن على أيدي جبهات وحركات ادعت أنها حركات إسلامية وجبهات إسلامية وهي مدمرة ولم تعرف من الإسلام شيئا. وكان يتساءل كثير من الناس كيف ستقوم الخلافة والمسلمون يخضعون لحكام مستبدين، وبعضهم يدخل السجن من رأوه أنه يضيء شقته وقت الفجر. كيف ستقوم خلافة على هذا؟ فلما هبت رياح التغيير في الوطن العربي، هل هذا هو وقت البدايات
نحو الوصول إلى الخلافة الثانية؟ نعم، والداعي إلى الثورات والانقلابات داع إلى الفساد، وداع إلى سفك دماء المسلمين، إلى سفك دماء المسلمين. حتى الحاكم الذي أعتقد كفره أنا أقول إنه ما ينبغي ماذا الاصطدام معه بالحديد والنار، فترجع على رؤوس المساكين وتسفك دماء المسلمين من ها هنا وهناك، أي من الجانبين. فينبغي أن يناصحوا وأن يهتم بالعلم والتعليم، والله المستعان. لكن بسبب هذا الحدث الذي ظهر، وهو أن الطالبات تجمعن بأسلوب معين، أن الذي جرى هذا من تجمع الطالبات بهذه الطريقة هو عندي خطأ، ولكن هذا الخطأ في هذا الزمن واجب. أعيد حتى تتضح القضية. هذا الذي جرى من التجمع والتجمهر والطريقة التي تمت هي في الحقيقة في معالجة القضايا أيا كانت اجتماعية، قضايا أحيانا يعني قضايا أيضا أمنية أحيانا أو ما يتبع ذلك. المعالجة بهذا الأسلوب هي في الأصل هي خطأ، ولكن نحن وصلنا إلى مرحلة أن هذا الخطأ كان هو الوسيلة الوحيدة لمعالجة الأخطاء والتصحيح التي هي أكبر منه. ولذلك أقول هنا إن لم يكن سبيل لتصحيح هذه الأخطاء الموجودة والمتكررة من زمن طويل في سائر المرافق، إن لم يكن سبيل إلا هذا فحي هلا. هذه منهج ماركس واليمين وأمثالهم، ليس من منهج الإسلام. ثورية وسفك الدماء والفتن والمشاكل مذهب ماركس واليمين ضموا إلى مذهب الخوارج وقالوا الإسلام. برأ الله الإسلام من هذه الأساليب. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما هي هذه الطرق الماركسية التي يبحثون عليها بالإسلام؟ أخذ الثورية والاشتراكية من ماركس واليمين، وأخذ الديمقراطية من أمريكا، يكون حال أمريكا، وهم يروجون الفكر الأمريكي. والله يروجون التعددية الحزبية، تداول السلطة، الانتخابات، المظاهرات، كلها أفكار أمريكية وتدفع المليارات لبثها في العالم وتستولي بها على الأمم. غدا حتى لا يبرد الدم أسألكم بالله الذي إذا سئل أجيب، يا شعب سوريا الأبي من كافة طوائفه أن يكون غدا 1,000,000 على مستوى القطر. ما أريد أن أكثر عليكم. إذا كانت درعا وليست من المدن الكبيرة خرج منها 200,000، فما بالكم بالمدن الكبيرة كدمشق وكحلب وكحمص وكحما. نحن نريد غدا أن يكون مجموع الخارجين يعني يصل إلى 1,000,000. سلمية تغيير فقط، سلمية، إصلاح. ضربتم بالرصاص نفر، لكن هذا ترى الرصاص لصالحنا. هذا الرصاص الآن سيشعلنا، هذا الرصاص سيدفع عزائمنا، هذا الرصاص سيشد عضدنا، هذا الرصاص الذي اشتريتموه بمالنا نحن شعب سوريا. المتسمين بطلب العلم من يشجعون على هذه الثورات ويحرضون عليها وينفخون فيها، يريدون بذلك تفريق المسلمين والقضاء على قوتهم، وقد يكونون مغفلين لا يدركون العواقب ولا ينظرون في الأدلة. فهؤلاء يجب الحذر منهم، فإنهم دعاة ضلال ودعاة فتنة، يجب الحذر منهم وأن لا يقبل كلامهم لأنه ضرر على الإسلام والمسلمين. أنا أحمد الله تعالى أني عشت إلى أن رأيت 2011، لأن سروري لا تتخيله. المعاني اللي سنين أنا أطرحها وأتكلم عنها وهي عشق حياتي بل هدف حياتي، أن الأمة تعز والحرية تنتشر والشعب يشارك، شفناها الحمد لله. فأنا مسرور بهذه الثورات ومسرور بالنتائج التي حدثت والنتائج التي ستحدث، وما عندي شك أنها ستكون عاقبتها خير. ليسوا بعلماء ولا دعاة فتنة وشر. اللي يؤيد الثورات والانقلابات والفوضويات ليس بداعي. اليوم الأمة بحاجة، كم مات في التزلج وفي التفحيط وفي الدرباوية وفي المخدرات وفي المسكرات وفي حوادث السيارات، وانت خايف على 5 6 يموتون، فليموتوا. وش انك خايف ان الإنسان الذي لديه قدرة نوعية ومؤثرة وفاعلة انه يذهب ويموت؟ فأين هؤلاء الذين يفسدون على الشباب عقائدهم وينخرون في جسد الأمة ظلما وعدوانا، يريدون أن تصبح هذه البلاد مثل غيرها تلوكها الفتن والشرور والدماء تهدر والمساكن تهدم والفضائل توطأ تحت الأقدام، فلا قائد ولا رائد ولا دين ولا منهج ولا خير ولا فضل. ماذا يريد هؤلاء؟ إنهم يرفسون النعم بأقدامهم، ولكنه الهوى والفتنة التي تعمي وتصم وتأخذ بالعقول والأحلام.
أيها المسلمون، هذه الخطبة ألقيتها الأسبوع الماضي الجمعة الماضية في الرياض بأحرفها، أستنهض فيها أهل المملكة بلاد الحرمين الشريفين، وجئت اليوم إلى الشعب البطل، جئت إلى شعب مصر العظيم لأستنهضهم بها. ألا يحق لك أن تغضب؟ بلى، اغضب، فإن الله لم يخلق شعوبا تستكين. اغضب، فإن الأرض تحني رأسها للغاضبين. اغضب، فإنك إن ركعت اليوم سوف تظل تركع آلاف السنين. اغضب، فإن الله لا يرضى الهوان لأمة كانت ورب الناس خير العالمين. اغضب. وإذا رأينا هؤلاء قبلنا رؤوسهم. هؤلاء حقهم والله أن يضربوا بالنعال، الذين يجلسون في الاستوديوهات ولا يدعون إلى التوحيد ويقولون للناس اخرجوا اخرجوا اخرجوا، ثم ماذا؟ بل يقول للنساء اخرجنا، لا إله إلا الله. ثم ماذا؟ أترضى أنت أترضى أن يتولى الآن عمر بن عبد العزيز علينا بشرط أن ينتهك عرض أختك فقط؟ أيرضى أحد منكم أيها الأحبة؟ قولوا لي بالله عليكم، هؤلاء الذين خرجوا في المظاهرات أو في غيرها ويموت تحت الدبابة أو بالرصاص أو تحت التعذيب وهو لم يعلم التوحيد، ويقال لهم كل يوم اخرجوا اخرجوا، ألم نرى بعضهم بالزي الشرعي الديني يرفع الهلال وبجواره الصليب والقرآن وبجواره الإنجيل؟ إن هذه الثورات ثورات مباركة. سبقنا للنصر قوم تونس وشعب مصر الأبطال، وها هم أهل اليمن على مشارف النصر، وقوم أبطال ليبيا لا يتوانون ولا يتأخرون عن تقديم الجثث. أما أهل سوريا فسوف يسطرون بدمائهم صفحة من تاريخ عز هذه الأمة. وإني لمتفائل ومستبشر بما يجري فيها الآن. نعم، دماء تسيل ورؤوس قطعت ونحرت، لكن لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. يريد الله أن يتخذ من الأمة شهداء وأن يربيها لمرحلة قادمة بإذن الله نشهدها عاجلا غير آجل. ويجب الخروج، وهذا الخروج جهاد. الله يا شيخ، خروج وشعب وهذا مؤيد وهذا معارض. كم قتل إلى الآن اللي حقهم جهاد واللي حق غيرهم نفاق؟ مصيبة. يعني سموا الأشياء بغير اسمها يا شيخ. هذا فتنة يا شيخ، تأمر الناس تخرج بالشوارع وهذا ضد هذا وهذا ضد هذا وهذا يكسر وهذا يسوي. مصائب فتن عظيمة جدا. يقول له هذا هو الجهاد الذي يجب، ومن مات منكم يقول فهو شهيد. طيب يا أخي أنت روح خليك تموت أول واحد شهيد، احنا نبي لك أنت تكون الشهيد رقم واحد. ليه ما يروح؟ لا هو جالس هنا أو جالس في الكويت أو جالس في بريطانيا أو جالس في الدنيا كلها ويقول للناس اخرجوا إلى شوارع، إلى ميدان رابعة العدوية. هذه مصيبة. وأنا أحلف بالله قد يقتل فوق 100,000، لكن الشعب السوري 23 مليون. صح ولا مو صح؟ اقتل يا بشار مليون، اقتل مليون، سيبقى الشعب السوري ويبقى 22 مليون. والحمد لله السوريين معروفين ما شاء الله بالولادة. يجيبون لكم سنة واحدة ما شاء الله، سنة واحدة يجيبون لك 23. بذل المال قدر المستطاع يا اخوان، نبذل، ادفع وابذل، ولا سيما الحقيقة اللي له اخوات، يعني الحريم، لأن الحريم اللي حط النساء أكثر بذل ما شاء الله تبارك الله، وهذا ملاحظ. صح على شيخ نبيل؟ فاللي له اخوات، له بنات اخت، يشجعهم ويوريهم، أول شيء يوريهم مقاطع مؤلمة، ثم يحثهم على الإنفاق والبذل. هذا وراكم تضحكون صحيح والله، اللي يحرك مع العواطف، ضروري يحرك المشاعر، حتى الصغار ما شاء الله. يعني اللي يهيجون الناس، يقولوا الناس يلا روحوا قدام، قاتلوا، ثوروا، وهم وين قاعد؟ قاعد في بيته. فإذا تقاتل الناس فجأة إذا به هذا صار رئيس. تبي تعرف وشلون ذولي وصلوا للرئاسة؟ ما تدري. طيب وين أولادهم؟ وين أخوانهم؟ وين أعراضهم؟ لم ينتهك لهم عرض، لم يقتل أحد منهم، لم يؤخذ شيء من أموالهم. وهالناس اللي قتلوا وجرحوا طلعوا من المولد بلا حمص مثل ما يقولون. وهذا الذي حاصل. ثم بعض بلاد الربيع العربي نزع الحاكم نزعا بدون ماذا؟ بدون أن تقع حرب أهلية، وقالوا سيحكم بالشريعة. فلم نرى لحكم الشريعة شيئا، وبدل أن تكون الشريعة قلبوا الحروف وصارت الشرعية. طيب وين راحت الشريعة؟ وش هي الشرعية؟ الشرعية يعني الدستور، يعني القانون الوضعي. ما لكم 80 سنة
سنة وانتم تقولون الشريعة الشريعة الشريعة، بقدرة قادر وش صارت؟ صارت الشرعية. سبحان الله العظيم. هذه الصحوة هي التي أنتجت بفضل الله تعالى ذلك الربيع العربي الجليل الذي ما زلنا نعيش في وارف ظلاله، الذي ما زلنا نتمتع بنتائجه العظيمة. الربيع العربي وما أدراك هو ناتج من نواتج الصحوة. كيف؟ لأن الصحوة هي التي شملته بالرعاية والتوجيه والدفع إلى الأمام، فكان ما كان، وتخلصنا من طغاة ما كنا نظن ولا أيضا في الأحلام أن نتخلص منهم بهذه الطريقة وبتلك السرعة بفضل الله ومنته ورحمته جل جلاله. قد حصلت إخواني مفاسد عظيمة في بلاد مصر وفي بلاد اليمن وفي بلاد ليبيا وفي بلاد تونس ما لا يعلمها إلا الله. أعجب والله إخواني غاية العجب كيف يخرج أناس على حاكمهم بحجة طلب الدنيا فيشتكون فقرا أو ذهاب كثير من حقوقهم فيخرجون على ولاتهم، وفي سبيل ذلك تنتهك أعراضهم أو تسفك دماء أبنائهم وأولادهم وآبائهم. أي دنيا مع انتهاك الأعراض وسفك دماء الأب أو الأخ في غير سبيل الله. والله لأن أعيش فقيرا ولا ينتهك ولا يعتدى على عرضي، والله أعيش فقيرا ولا يسفك دم أبي ولا أخي ولا حبيبي وصديقي في غير سبيل الله. مرسل السماء هذا يعني، ولازم نتغاضى عن أخطائه وعن جرائمه في حق إيش؟ 80 مليون. مش معقول يا أخي، أمة تعاني، أمة كلها تعاني أقسم بالله، عشان واحد وعيلته وشوية أزلام وطغمة يعيشوا فوق الريح كما يقال. مليارات عندهم؟ ليه؟ لا 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 لا، سنخرج عليهم، سنكسر رؤوسهم من عند آخرهم، ويموت منا 1000 2000 مليون مليونين، ونتحرر وتعود إلينا عزتنا وقرارنا وحريتنا وبلدنا وحدودنا وثروتنا. نحن أبناء هذه الأرض يا أخي. هل نحن من خشب وهو من ذهب؟ هو منا وصعلوك ومعروف، أبوه أمه أصله بركان صعلوك، مش لاقي الخبز والطماطم، اليوم يصير ملياردير على أكتافنا. لك رأي، لك اجتهاد، لك حقوق، لك طلبات، مظلوم اعتدي عليك، الزم الجماعة. من فقد بعض حقه حال وجود الأمن سيفقد كل حقه حال انعدام الأمن. ولذلك تأمل واقع البلدان التي اشتعلت فيها الفتن. يا إخوان، أرادوا مشاركة سياسية، أرادوا حرية رأي، أرادوا وظائف، أرادوا أموال وخيرات، أرادوا خدمات. يوم قامت الثورة ترى ما عاد يفكرون في هذا. شو يفكرون فيه؟ العرض، الخبز، الكهرباء، الوظيفة اللي أنت مستاء من قلة راتبها، وقف الراتب خلاص. أنت مستاء من مبلغ معين، وقفنا عليك، يلا هذه ثورتك، افرح بالثورة الآن، افرح. ولذلك من وصايا ابن عمر رضي الله عنه الزم أمر الجماعة، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سميت أنا أيضا هذه الثورة بالثورة المباركة. هذا الشباب المبارك الذي وقف هذه الوقفة الأبية يطالب بحقوق عادلة مشروعة لن يستطع لا رئيس الدولة ولا نائبه ولا رئيس الوزراء ولا واحد من الشرفاء في الداخل أو الخارج أن ينكر أن هؤلاء الشرفاء ما خرجوا إلا للمطالبة بحقوق عادلة مشروعة. ولذلك لا يترك ولا يخذل هذا الشباب الأبي طاهرة إلا خائن لدينه أولا، ثم لوطنه، ثم لبلده. والله لقد خرجت زوجتي، والله وخرج أطفالي، وخرجت أنا. لقد رأينا كيف أنه في ظرف سنة واحدة سقطت أنظمة وشردت عائلات وسقط الآلاف من الضحايا، والهدف من كل ذلك المعلن تحقيق الديمقراطية ونشرها في الوطن العربي. هذا هو المعلن. وأما الحقيقة فهي إحداث الفوضى في البلاد. الحقيقة هي سفك الدماء، دماء العباد. هم يخدعون الناس بالشعارات التي لا مضمون لها وبالأسماء التي لا تنطبق إلا على ضد مسمياتها. إنها المؤامرة التي ألقي إلى الجماهير طعمها فابتلعتها الجماهير، ثم خرجت تحطم نفسها وتهلك ذاتها وتبدد ثرواتها وتستدعي أعداءها يضيع الباقي من دينها. على كل من آتاه الله عقلا أن يعمله وأن يستعمله، وإلا كان عاجزا. محمد الحبيب الدعوية، قناة سلفية على منهاج النبوة.